السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. في قناة أختكم أم أميرة إسلام. اليوم جبت لكم وصفة، كيفاه مش وصفة يعني كيفاه نفتلو العيش نطلعوه على بربوشة خشينة أو عيش يكون شوية مثلا شريتوه من السوق وحبيتو ديروه كيما تاع الدار. إذا درتو بربوشة خشينة فوروها شويه في تفويره واحده برك وطلعوا عليها كيما راكم تشوفوا هنا. مازالت شويه مبلوله. انا عندي هذه من الفتله المره اللي فاتت، اي شويه من الديك كنت مخبيتها. ندير لها شويه سميد كيما راكم تشوفوا هنا، ونبدا نزيد كيف كيف في الماء اللي مدايرت له الملح هكذا، باش كي نزيدوا السميد الاخر يعطينا طعم بنين ما يعودش مسوس. وانا يعني مش راح نقول لكم راني بطلة العالم في العيش يعني في الفتيل. هذه بالك ثالث او رابع مره نفتل فيها في حياتي. ما لا عجبتني الطريقة، حبيت نشاركها معكم، ويا ربي ان شاء الله تستفادوا، وخاصة المبتدئات ولا حابين يتعلموا يعني يديروا حاجة شوية يعني هكا لدارهم، باش قسمة ديروها غدا ولا عشاء، يعني مش يعني حاجة كبيرة تفتلي يعني. ولا حبيتيها ديريها مشروع ما فيش مشكل. وهكا كيما راكم تشوفوا هنا بالتداول شوية مع شوية سميد وانا نطلع ساعة بايدي هكا نمحرها ندورها، ساعة بايدي بزوج. يعني قلت لكم يعني مبتدئة كيفي كيفكم، بصح الطريقة عجبتني حبيتها نشاركها معكم، وان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم. والنتيجة ما شاء الله طلعت يعني بدون يعني مش راح نقول لكم لا نزيد هضرة لا نقص. الفيديو بركة تشوفوه والنتيجة ما شاء الله. هكذا نبقى كيف كيف. شوفوا هنا بدات تطلع، وانا نزيد الماء ونزيد السميد. سميد رقيق ولا متوسط ما فيش مشكل، المهم تطلعيه ما شاء الله. وهنا بدون معدات، يعني ما عنديش هذيك الغرابل تاع الله الله هذا اللي الخشين ولا الرقيق ولا، يعني دوكا تشوفوا النتيجة بزوج حوايج. طلعنا النتيجة اروع من الرائع. نخلي الفيديو يهدر وحده، هو يوري لكم يعني النتيجة كيفاه. كما شفتوا ساعة نزيد شوية ماء، ساعة نزيد شوية سميد، وهكذا بدون ضغط. ما تضغطوش عليها بزاف، غير بشويه برك. هنا راني مسرعه الفيديو هكا باش ما يطولش. شوفوا انا بدا يطلع شويه العيش او البركوكس او المردود اخرين، يعني الحبه الخشينه هذيك. درك نبدا نغربل فيه باش نهبط السميد الكثير اللي فيه. هنا عندي غير هذا الغربال الصغير، غربال يعني تاع السميد برك، يعني ماهوش يعني سبيسيال نتاع الفتيل ولا. راني نخدم به، درت قسمه ندير غدا ولا عشاء فقط. هنا بدا يطيح السميد الزايد هذاك. شوفوا هنا ثاني هذاك الرقيقه خلاص. شوفوا هنا كيفاش ندير اختراع عجيب عند اختكم. واش راح نقول لكم، اقبلوا عليا وخلاص. شوفوا كيفاه راني نغربل ندور ونهز الخشين ونخلي الرقيق لتحت، لان قلت لكم ما عنديش الغرابل هذوك السبيسيال نتاع الفتيل. راني ندبر في راسي يعني كل وحده كيف تدبر راسها. المهم النتيجه يا اخي. هاني نطلع في الخشين، والرقيق هذاك اللي يفضل لي نخليه. اذا حبيتوا ديروها بربوشه خشينه ولا تخبيوها المره الجايه تطلعوا بها العيش كيما هذه كيما طلعت انا به. هنا هاوليك اللي بقى لي هذاك لتحت لي رقيق شويه كيما البربوشه خشينه، وهذا هنا العيش اللي تكعبر خليه بجيه بعد ما غربلته. نزيد نطلع هذا كيما شفتوا النتيجه ما شاء الله. هاني زدت طلعت كميه واحده اخرى معتبره ما شاء الله. شوفوا هنا ما شاء الله طلع اروع من الرائع. شوف راني نشكر في روحي الله والو. شوف هنا حبات كيما كنت ندير بكري مع ربي يشفيها ان شاء الله ويشفي جميع الامهات. الحبه كي تجي خشينه نحكم نكعبرها بايدي، يعني واش راح نقول لكم النتيجه ولا اروع. انا كيف كيف زدت غربلته من السميد، وباش نزيد نحل الرقيق شويه ديك كيما البربوشه الخشينه. درك نقول لكم اختراع يعني ولا في الاحلام. عندي هنا الكسكاس عند الفتحات نتاعو شويه اخشن، مالا رايحه نغربل فيه. شفتوا الذكاء، شفتوا التدبيره كيفاش اللي ما عندهاش الغرابل تدبر كيما درت انايا. هكذا نبقى نغربل فيها بذاك اللي انا الفتحات شويه نتاع الكسكاس خشينه، ماشي كيما الغربه اللي عندي رقيق.
دوك يطيح هذيك البربوشه الخشينه كامله تهبط. يبقى لي غير اللي حندير به البركوكس او العيش الخشين، يبقى ما هو اللي يبقى لي في الكسكاس. هذه هي التدبيره، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. وهنا بعد ما خلصت وغربلته من السميد، عندي هنا فرينه. الفرينه هذه كيفاش نديروها باش نمحرو بها، ولا مش عارفه انا كيفاش كل واحد كيفاش يسميها، قولوا لي في التعليقات واش تسموا، ولا تكعبروا بها، ولا المهم باش تعطيها هذاك يزيد يتكعبر لكم مليح العيش. هذه هي الطريقه اللي يديروها مع الاخر خلاص قبل ما يفوروها. هكذا بدون ضغط يعني بزاف، غير حاجه خفيفه تزيد عاودة تكعبروها ولا تكعبروها، مش عارفه كيفاش يسموها، ولا يمحروها، ولا المهم. هنا نزرب ثاني في الفيديو باش ما يطولش عليكم. عفوا اسمحوا لي. شوفوا هنا كيفاش ولا روعه. وهنايا بعد ما خلصت، بعد ما محرته، نغربلو باش نطيح الفرينه الزايده هذيك، ما تبقاناش ما تلصق يعني بزاف. ما انا شفتوني ما كترتش الفرينه. واذا حبيتوا اني وريت لكم غير لقطات برك نتاع العيش كيفاش راني مطيباته، يعني درتو للغداء. راني درت نصف الكميه هذه، نص خبيتها، المره الجايه ندير غير الصلصه، ونص راني درت له الصلصه وطيبته. واذا حبيتوا تعرفوا الصلصه كيفاش خدمت نتاع العيش بطريقه يعني مليحه بالتفصيل الممل كما يقولوا، شوفوا هنا البربوشه الخشينه اللي طاحت. تحبوا تطلعوا بها تزيدوا العيش، تحبوا تخبوها وتزيدوا توليكم بربوشه خشينه وخلاص. كما قلت لكم راني نحط لكم الرابط نتاع لاني درت الوصفه نتاع صلصه العيش من قبل بالكديد. نحط لكم الرابط، ادخلوا ليه وتفرجوا وتتعلموا ان شاء الله. شوفوا هنا كيفاش الحبه كيما خوتها. درك ان شاء الله نحطوا الفور تفويره واحده بس حنفورها مليح، يعني لازم تخلوها تفور مليح. هنا بعد ما فارت كيما راكم تشوفوا هنا، ما نزيد لها لا الماء لا حتى حاجه. انا حبيتها من بعد تشرب من المرق نتاع العيش باش يعطيها البنه احسن وزدت تنفخ اكثر. ندير لها شويه زبده. وهنايا نص كما قلت لكم راني حلوحه في الصلصه نتاع العيش، ونص بعد ما يبرد نديرو في علبه ونخبيه في المجمد. المره الجايه يجيني غير ساجين، غير ندير الصلصه وخلاص. ان شاء الله يا ربي ينال اعجابكم، وما تنسونيش بدعواتكم الطيبه وتعليقكم الزين، وما تنسونيش باللايك. ودرك نشوفوا ان شاء الله الصلصه والعيش كيفاش درناه. ما شاء الله شهيتكم ان شاء الله في الجنه، وفرجه ممتعه. ومع السلامه. بصح قبل ما نقول لكم يعني مع السلامه زيد نعاود نهضر. راني درتها بعد ما سقيتها في الطاجين تاع الطين، ومن بعد باش تبرد لهم اكثر يعني عاود حطيتها فرغتها في القصعه الكبيره كيما هذه، هكذا باش تجينا الماكله على اصولها وعلى كيما نقولوا بتقاليدنا. ما شاء الله. مع السلامه، فرجه ممتعه وبالتوفيق لينا وليكم.